أنفسنا ونعزي ذوي الشهداء على حسين الحاج والشهيد مصطفى العلي، وننحني إجلالا واحتراما لأرواح شهدائنا الأبطال. استعد تركب سلاحك. شهداء ننسى شهدائنا منذ اندلاع الثورة حتى يوم تحرير الرقة، وحتى يوم هذا ويومنا هذا، حيث بتضحياتهم عم الأمن والاستقرار، وإلى قواتنا التي ما زالت تقدم الغالي والنفيس من أجل شعبهم ووطنهم بالرغم من الكثير من المؤامرات الخارجية والداخلية التي تستهدف كافة الأطياف، تبقى ثابتة ومقاومة بالمكان المقدس الذي يحمل أسمى معاني الشرف والكرامة. اليوم نحن هنا لنودع رفاقنا إلى مسواهم الأخير، ونضع أكاليل الزهور فوق أجنحتهم لينضموا إلى قافلة الشهداء الحرية والكرامة. اليوم وفق تلك الظروف التي نمر بها في مناطقنا شمال وشرق سوريا، نواجه إرهابا طالت يده المدنيين والبنى التحتية ومكتسبات الشعب، وغايته من ذلك إفشال مشروع الأمة الديمقراطية والعمل على هدم الإدارة الذاتية وقتل إرادة الشعب في العيش الكريم وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا. ولكن غايتهم ومشاريعهم جميعها أصبحت فاشلة لأنها سياسة خبيثة طموحها إعادة أمجاد ما خسرته في السنوات السابقة لبناء دولة عثمانية جديدة، وهذا ما تطمح إليه دائما. وكما قلنا إنها فاشلة، وذلك بسبب تصدي قواتنا لها ومواقف شعبنا اتجاه هذه الهجمات. وأيضا القوى المتصارعة على مناطقنا تجلى في تدخلات خارجية بشؤون جغرافيتنا وقوميتنا وحريتنا. من هنا نقول في هذا المكان المقدس إننا جاهزون للمواجهة، وتاريخنا بالقتال ضد داعش خير مثال على ذلك، فلنا تجربة قوية في الدفاع والهجوم. لذلك نجزم لهم إننا منتصرين، لأننا أيضا نتمتع ونتسلح بالمقاومة والإرادة الحرة في الحفاظ على مقتنيات شعبنا وعزتنا وكرامتنا. حاج، اسم الأم سمر، اسم الأب حسين، مكان وتاريخ الولادة الرقة 3/1/1993، مكان وتاريخ الانتساب 1/1/2018، مكان وتاريخ الاستشهاد كور حسن 21/1/2023، أب جاسم، مكان وتاريخ الولادة الرقة 1952، مكان وتاريخ الانتساب 2021، مكان وتاريخ الاستشهاد عين عيسى 19/1/2023. الله أكبر. بالروح بالدم نفديك يا شهيد. بالروح